شعب ملوش كتالوج والله بمنتهى الامانه. مش هقول لك الجمهور الصغير بس او جمهور الكوره، لا احنا هنقولها انها شعب. جمهور اهلي، جمهور الزمالك، ايا كان الجمهور، شعب مصر عموما ملوش كتالوج، وصعب ومستحيل انك ترضيه مهما حاولت تعمل. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب الكل يكون بخير. طيب، ليه بقول لك كده؟ الاول كنا بنقول كلمه كده معينه، وانا من الناس اللي قلتها كتير مش هنكر، ان انت بتشوف ان الجمهور اللي طالع جديد او اللي سنه صغير او المواليد الالفينات واواخر التسعينات والناس اللي ما حضرتش اللي احنا حضرناه وان انت ساعات بتاخد قرار يزعل، لكن لازم تاخده لان ده في مصلحه النادي. ما هو لازم نبقى فاهمين يعني ايه الاهلي فوق الجميع. لو انت اهلاوي ومش فاهم كلمه الاهلي فوق الجميع فدي مصيبه تانية. طيب، الاول يا سيدي هم نقطتين، وممكن تستغرب من الصوره. يعني ممكن تفهم علي معلول والسوليه على الصوره في جزء، والاهلي بيبيع اساطيره ودي تفهمها. انما ايه وجه الشبه بين عماد النحاس والكابتن محمد رمضان؟ شوف، خلي قصه عدم او بيع ان احنا الاهلي بيبيع اساطيره دي خليها في النص التاني من الفيديو، وخليني اول اخد معاك الحته بتاعت عماد النحاس محمد رمضان، اللي هو ايه وجه الشبه اللي ممكن تستغرب ان احط الاثنين دول. طيب، عارف كده اديك مثال، فاكر ايه؟ اكيد ده بيحصل زمان وما زال بيحصل دلوقتي وهيحصل قدام. تشوف مثلا راجل مش مصري، جنسيه اجنبيه، وبمعنى ادق مش اجنبيه، جنسيه اوروبيه بالتحديد، راجل ما بيعرفش يتكلم عربي، مصري ومش عربي، فتلاقيه بيتكلم مثلا مصري. تمشي مثلا في شوارع خان الخليلي، في شوارع وسط البلد، تشوف سياح، فتلاقي واحد اجنبي مثلا بيقول لك سلام عليكم مثلا، فاهمني؟ تلاقي واحد ايه بقى المصري يقول لك ايه؟ شفت العربي بتاعه جميل ازاي؟ العربي بتاعه حلو قوي، العربي بتاعه كده بص يعني ما شاء ظريف. هات انت بقى نفس المصري بيتكلم انجليش، فتلاقي الاكسنت بتاعته او اللكنه او اللهجه بتاعته مش زي الاوروبي، وده شيء طبيعي جدا. ومن النوادر، على قد ما عشت بره وعاشرت ناس كتيره جدا بجنسيات ملهاش عدد، الناس اللي شفتها عرب بتتكلم انجليش باكسنت يعني ممتازه جدا، ما يكملوش خمسه، ما يكملوش كف ايدي حرفيا. العربي مهما كان الانجليش بتاعه كويس تعرف تلقطه، ناس فين وفين لما تقابل واحد فاهم. فتلاقي بقى ايه اللي بيتكلم بقى المصري او العربي اللي بيتكلم انجليش مش بالاكسنت الواو، فتلاقي واحد يقول لك اصله جاهل، اصله فلاح. بص الاكسنت بتاعته عامله ازاي، الاكسنت بتاعته يعني حاجه بص مش زي الزفت. مع ان الاجنبي لما كان بيتكلم عربي مكسر والدنيا ضايعه عنده، قال لك بص العربي بتاعه جميل ازاي، ما يقولكش هنا بص الانجليزي بتاع المصري ده والله حلو ازاي، لا. لا، مع انك لما هتيجي بقى تتعامل مع الاجانب ان انجلش، طبعا اكيد هتتعاملوا انجلش وتتكلم باكسنت زي الزفت، وانا من الناس اللي الاكسنت بتاعتها 50% كمان، مش هقول لك 70 80، لا. عمرك ما هتحس حتى في الاجنبي وانت بتتكلم غلط، وانت بتتكلم اكسنت مش اللي هي انه متضايق من اللي انت بتقوله، هو عايز يفهمك، مش فهمك خلصت. ليه برضو بديك الحته دي؟ معلش اعذرني. عماد النحاس بيلعب مع بتروجيت النادي الاهلي، كسبنا 3-2. بعدين على طول ماتش برشلونه والانتر. واكيد اكيد انا مش انسان مجنون عشان اقارن بين كره دوري ابطال اوروبا كمان بالتحديد، مش كره اوروبا عموما، مثلا الدوري الاسباني، الدوري مش عارف ايه، لا، دوري ابطال اوروبا بالدوري المصري او باي كره تاني. بص الواحد ضحك حتى، المثل حتى مش متقبل ان اقوله. لكن عايز اوصلك ايه، ماتش برشلونه والانتر خلص 3-3، اهداف مش عايز اقول لك، وماتش مزيكا والدقيقه 10 2-0 للانتر في ملعب الكامب نو، الدقيقه اول ربع ساعه حاجه زي كده، فاهم انت؟ الدنيا بتبوظ، ماتش يخلص 3-3، يطلع الجمهور يقول لك ايه؟ شايف يا معلم، ماتش كوره، جون هنا وجون هنا، وانا من الناس اللي بتقول دوت ومقتنع بيه، ما عنديش مشاكل، وماتش ممتع وبتاع واهداف جميله ولاعيبه كوره. انما تيجي على ماتش الاهلي وبتروجيت يخلص 3-2، تلاقي نفس المشجع اللي بيكلمك في قصه ان بص بتروجيت برشلونه والانتر 3-3 وجون هنا وجون هنا، سباب ولعان. الله يخليك بعد لك لمره تانية، انا اكيد مش بقارن بين الكوره بتاعت دوري ابطال اوروبا بالتحديد كمان، مش كوره اوروبا بس، لا، مش بقارن بين كوره دوري ابطال اوروبا واي كوره تانية، مش هقول لك عم مصر ولا اقارنها باي حاجه تاني، فاهمني؟ بس انا بديك مثال على اراء الناس، ركز معايا في الحته دي. فتلاقي الناس تقول لك ايه، دفاعنا شوارع، هنروح احنا نلعب كاس عالم بالدفاع ده؟ دي حقيقه انا ما بنكرهاش، بس انت اسلوبك اللي كان مستفز، وهنا بخاطب الناس الغير محترمه، او بمعنى ادق يا معلم الناس اللي ما شافتش الباب ب 2 جنيه. عماد النحاس خد سباب بين الشوطين عندي في اللايف بتاعي، عشان ما حدش يقول لي اسلام الكلام ده ما حصلش. عندي في اللايف بتاعي اتشتمت انا وعماد النحاس لما قلت ان الشوط الاولاني ما شاء الله المنظر والتعليمات والكوره اللي بيلعبها عماد النحاس، يا راجل الباكات كوكا عمل 5 اوفرات الشوط الاولاني، محمد هاني عمل بتاع 4 ولا 5 برضه الشوط الاولاني، انت متخيل؟ يحيى عطيه الله وعلي معلول بمجدهم وتاريخهم مع الاهلي ومع الوداد، اخوك كولر كربتهم بسلسله في ال 18 بتاعنا، ما بيعدوش نص الملعب.
الاجنحه بتقطم، بن شرقي بيخش بيقلب للانسايد وينجر، والواد وطاهر بيخش انسايد وينجر، والسوليه بيكمل في ال 18، والسوليه بيسجل هدف من داخل ال 18 عن طريق الكورنر، واللي بيرفع الكورنر بن شرقي اللي هو الكواليتي بتاع الاوفر بتاعه غير ناس كتيره جدا، الحق اتقال. كل ده تعليمات مدرب، كل ده شغل مدرب، كان لازم نشيد بيه بين الشوطين. يعني مش قادر افهم. الشوط الثاني بما يرضي الله كنا بنلعب بعشوائيه، مش هنكر. بس برضو الراجل اللي جاي الجديد اللي اسمه عماد النحاس هو مش ساحر، هو مش غير الكون، مش غير الفرقه في يومين ثلاثه تمارين يا معلم. في ايه؟ وفي نفس الوقت الراجل ده جاي مؤقت. انت فاهم انا عايز اقول لك ايه يا اللي بتتفرج عليا دلوقتي؟ الراجل ده جاي مؤقت. فلما يكون بيأدي باداء كويس نقول، بيأدي اداء سيء نقول يا عم انتقد اي حد. انما مش ما تقعدش تهزق فيه وفي اللي جابوه، ما تقعدش تهزق فيه وفي اللي جابوه. انا البني ادم الوحيد اللي هزقته في المنظومه الرياضيه دي يعتبر كولر، ولما قلت عليه سباك. انت متخيل؟ ومش هيفهمني ومش هيتفرج عليا. لكن مفيش عندي لعيب في النادي الاهلي او مسؤول في النادي الاهلي انا انتقدته بقله ادب. الناس ماسكه عماد النحاس، هاتك يا عندنا احنا عندنا مدافعين الكواليتي بتاعها سيء، زي اشرف، زي اعوذ بالله يا رب، اشرف داري ايه ده الطب، زي رامي ربيعه عامل ضربه جزاء فضيحه كارثه، واسد ابراهيم كبير احتياطي وما يكملش، والاثنين مش عايزين يجددوا. انت متخيل؟ احنا عايزين اثنين مدافعين محترمين شكرا، مع اشرف داري الدنيا زي الفل. وفي اخطاء دفاعيه بتحصل وارد، حتى الهدف بتاع بتروجيت الاولاني ضربه الجزاء انا محمل اشرف داري جزء من الخطا. انا مش من الناس اللي بتتحامل على حد بالحب والكره. مش معنى ان انا بحب اشرف داري وعندنا احنا كجمهور الاهلي عندنا مشاكل مع رامي ربيعه بقى لها فتره بسبب اسلوبه وتصريحاته والستوري المستفزه اللي نزلها. ما علينا، خليها بعدها في فيديو دقيقه كده ولا حاجه ننزله على الفيسبوك. فانا هنتقد رامي ربيعه لوحده؟ لا، هو اكتر واحد يتحمل في الخطا بسبب ضربه الجزاء اللي عملها دي، كارثه من 60 في 70. انما الحق اتقال اشرف داري خطا، خطأين او ثلاثه في نفس الغلطه. اولا لما استلم، اشرف داري من الناس اللي بترجع لورا عادي او بتقطم لقدام وتلف ويعمل باص لزمايله، بس هتقول لي اسلام كان مصاب وحس بالاصابه فمش مركز، وارد وانت صح كلامك منطقي، حق يتقال. انما ايه اللي ما تقبلتوش من اشرف داري؟ ان انت معلم طلع طلع الكره مثلا بعيد قوي في الاوت وقع. طيب الكره خرجت اوت في مكان قريب، خلاص اقع، والحكم هيضطر انه يوقف الماتش لان الكره بره. مش مثلا الهجمه وانت بتمثل، لا، ده الكره بره الاوت وانت ماسك رجليك، خلاص اقع، بسيطه. فبحمل اشرف داري خطا وعادي، مش بحمله بالزياده لان مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد معلم ما بيغلطش. يجي بعدها ربيعه دخل عامل رفع الواد نص وشلوت بتاع واحد ما لعبش كوره في الشارع، غلطه ما عملهاش ناشئ، غلطه ما عملهاش عيل من البراعم مش من الناشئين، من البراعم. الشناوي يتحمل جزء من الخطا، كره عامله بنده وسريعه سيكه بس يتحمل الحق اتقال، لان الشناوي حتى في الماتش كان مهزوز. بس مش عايز اتكلم في الماتش، بس بكلمك ايه في حاجات معينه تخصها. واعذرني انا متاسف لو قلت على الفيسبوك ان هعمل فيديو على اليوتيوب تحليل باللقطات وبتاع، انا اتسحلت شويه اليومين دول معلش، وحصل شويه حاجات كده بسيطه من غير ما اطول عليك، فاعذرني بعتذر. المهم يا سيدي، ودخلنا في قصه بقى ايه عماد النحاس زي الزفت. جايبين 3 جوان بس دخل فينا جونين. ما انت كنت مبسوط بماتش برشلونه والانتر. ما انت لو عندك مدرب مصري بعقليه هانز فليك وبياخد الريسك العالي في التسلل ده، انتوا هتسلخوه تطلعوا عين امه. انا شايف اللي بيعمله هانز فليك متعه، عشان بس ما حدش يقول لي اسلام انت شايف متعه. انا من الناس اللي بتاخد الريسك، انا من الناس حتى في حياتي بحب الريسك، انا من الناس في حياتي العمليه حتى بحب الريسك، فما بالك في حياتي الترفيهيه الكرويه. انا راجل بدرب وبتاع، هو مش، هو بالنسبه له الشيء مش ترفيهي، انما دي كوره اتلعبت عشان اجيب اجوان. نظام التقارب والخطوط الاوفر اللي بيعمله ده انا من عشاقه، من عشاق طريقه هانز فليك. بس لو حد هيطبق ده عندنا في مصر هنا هيتقال عليه انت حمار مش فاهم حاجه، وبص بيلعب على الاوفسايد ازاي. يا راجل في ناس كتبت لي في الكومنتات بتاع بين الشوطين بتاع الاهلي وبتروجيت، انت كنا عايزنا نلعب بقى كده قدام سان داونز عشان شكرت في عماد النحاس، ده احنا كنا شلنا 5. طيب يا عزيزي يا عاقل يا اذكى اخواتك يا معلم، ما انت لعبت قدام سان داونز مع كولر 6 ماتشات بطريقه دفاعيه ما يعلم بها الا ربنا مضيعه هيبه الاهلي. انا ليه قلت على كولر سباك؟ مش عشان بنتغلب ولا عشان خاطر بنضيع نقاط ولا عشان خسرنا 2 سوبر افريقي، من القرف اللي بشوفه منه. ضيع هيبه الاهلي. مش قادر اتخيل في لسه درويش لكولر موجوده قاعده شايف ان الراجل ده مخضرم. انت ما حدش ما بينجحش معانا يا ابني، مفيش حد ما بينجحش معانا. في فرق انك تقول لي راجل مخضرم فكريا وفنيا، وفرق انك تقول لي راجل عمل تاريخ في النادي الاهلي. انا لو انكرت ان كولر عمل تاريخ في النادي الاهلي ابقى جاحد، الحق يتقال، عمل تاريخ بما يرضي الله. انما ان هو مخضرم ومدرب عقليه وفكر وبتاع، ما عندوش ب 2 جنيه الكلام دوت. وبراحتك، ده رايي انا مش بجبرك عليه. انما انك تقف تقول لي اصل عماد النحاس والقرف اللي بيعمله ده كولر كان ارحم، انتوا كنتوا عايزين نهاجم كده قدام سان داونز. ما انت لعبت 6 ماتشات قدام سان داونز بتدافع وكان شكلك مهزأ في الملعب وخايفين وشكلنا جبان.
وصلتهم ان صن داونز تروح تجيب لك دي جي وحفلات وتدخل الناس ببلاش. ايه يا معلم في ايه؟ 6 ماتشات ما عرفتش تكسب، كل ماتش يطرقعوا لك ويهزقوك، حتى في بلدك ما عرفتش تكسب. متعادلين معاك 3 هنا ومطرقع لك مرتين هناك، ولا كسبينك مع كولر. مع كولر اتعادلنا معاهم مره هناك و3 مرات هنا، ومطرقع لنا هناك المرتين. 6 ماتشات مش عارف يكسب. فانت ده تقول لي لا صن داونز ما نهاجمهاش. طيب ايه يا معلم بقى وجه الشبه بتاع كابتن محمد رمضان؟ نفس قله الادب. عشان كده قلت لك في اول الفيديو الشعب ملوش كتالوج. مش هقول لك جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، لان دخلت ابص على الكومنتات اللي مكتوبه في الفيديو بتاع ابراهيم فايق ومحمد رمضان او الكابتن محمد رمضان، منتهى العجرفه وقله ادب من ناس حتى كبيره في السن. لدرجه ان انا دخلت اتناقشت مع واحد، بعت له رساله: انت حضرتك اهلاوي؟ راجل كبير واحترمت سنه. قال لي انا اهلاوي بقالي كام سنه وقد كذا، وبالصدفه البحت قال لي انا بشوفك على الفيسبوك، انت باعت لي عايز حاجه على الاسلام. بتكلم معاه بالادب جدا. قلت له لا اصل لقيت حضرتك معترض على حته محمد رمضان في فاست. قلت اسالك ايه اللي مزعلك في اللي قاله؟ الراجل كان كاتب كومنت بيقول ايه القرف ده؟ من امتى الاهلي بقى مستباح اسراره واخباره؟ هل ده يرضي الخطيب اللي بيعمله محمد رمضان ده؟ ارعى الزمن اللي بنشوفه في عهد مجلس الخطيب. انا يا جماعه بقيت قاعد بقرا الكومنت ومش مدرك ان قلت اخش ده لجنه. ببص لقيت راجل اكونت مفتوح مش معمول له لوك. فاهم؟ ادي اول حاجه. ما بقولكش ان اي اكونت معمول له لوك يبقى لجنه، لا. بس اول حاجه ايه؟ اطمنك. قعدت اقرب وافر. راجل بينزل صور لي واسرته وبتاع، مش اكونت، مش فيك اكونت، مش فيك اكونت خالص. بعت له رساله بيرد، ورد عليا باسلوب شيك جدا. طلع بيتفرج عليا وبذوق وبتاع. ما انا على الفيسبوك قديم شويه، فاهمني؟ سنتين اي نعم، مش قديم قوي بس اقدم من اليوتيوب. بتناقش مع الراجل قال لي انت شايف يا حبيبي انتوا من اعمار اولادنا، اصلك لسه ما تفهموش الحاجات اللي بتتقال ديت. طبعا انا هو ما اعرفش سني الظاهر، فانا مش من دور اولاده. ما هو الراجل عنده 51 سنه، فانا مش من دور اولاده، استحاله ابقى من دور اولاده. فلا وصل كاني واصل ماني، واللي قاله محمد رمضان مستباح على الهوا كده اسرار النادي الاهلي. معلش يا جماعه، كابتن محمد رمضان امبارح اللي قاله انا مش شايف فيه اي اسرار. ولو حضرتك شايف فيه اسرار انا معاك يا سيدي، قول لي اشرح لي. لو شايف ان الراجل بيطلع في اسراره وفاضح النادي وفاضح الخطيب. حتى كلام اللي قاله كابتن محسن صالح، كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال له نطلع فاصل كان واخدها بهزار. ايه الاسرار اللي قالها كابتن محسن صالح؟ اتكلم في حاجات منطقيه كان محتاجين نعرفها فعلا. انا مش شايف انها اسرار خالص، ومش دفاعا عن محسن صالح. والناس بقى، الراجل اللي لقيته بقى بيتكلم معايا بتخبيط جامد. انا اتناقشت معاه، احترمت سنه، اكبر مني بكام سنه، مش العمر الواو لكن برضه عمر سنين، عدد سنين مش قليله الفرق بيني وبينه. بس حبيت اتاكد ان هو فاهم مش لجنه. بس طبعا مش هقول له كده. ببص بقى على بقيه الكومنتات نفس الكلام. في جمهور بقى خطر حرفيا على النادي الاهلي، من الناس بقى اللي هو اللي بنسميهم العرر، او اعلام السبوبه، او اعلام القبيضه. المهم خلصت معاه الكونفرزيشن ودخلت بصيت لقيت الكومنتات ونفس الموضوع يا معلم. وفي ناس شايفه، ناس منطقيه ما شاء الله، اهلاويه بتدافع. الراجل يا جماعه محترم جدا، ويمكن الوقت اللي شغال فيه كان غلط. من الناس اللي ارائها عجبتني كانت ناس كاتبه الكومنتات دي. الوقت الحالي ممكن ما يكونش يكون مناسب لكابتن محمد رمضان، اللي كان راجل محترم واسلوب مهذب واتكلم كويس قدام ابراهيم فايق، وكنا محتاجين نشوفه فعلا في حاجه زي كده. منتهى يا سيدي، مش عشان رايه عجبني فبشيد بيه وبس، كلامه عقلاني. هو شخص عادي، ما ذكرتلكش اسمه عشان شاب مش على السوشيال ميديا، ما عندوش اكونت زينا بابليك اكونت، لا يا معلم عادي. فالمهم دخلنا في قصه بقى علي معلول والسوليه. نزلت صفحه صلاه الاهلي، هي مش صفحه رسميه للنادي لكن من الصفحات الكبيره للنادي الاهلي، وعليها فئه مش قليله جدا، اكتر من نص مليون او 600 او 700 الف بني ادم، على الاقل فيهم 90% اهلاويه بيتفرجوا بيعرفوا اخبار صفحات الصالات، العاب الصالات. فنزلوا ان جالهم خبر حصري او خاص ان السوليه احتمال ما يجددش، ما يحصلش تمديد، وما يروحش كاس العالم. وكان بقى لنا كام يوم بنسمع، او بقى لنا كام اسبوع، قصه ان علي معلول احتمال ما يكونش متواجد في كاس العالم. دخلت برضه ابص على الكومنتات، الحمد لله في فئه من جمهورنا، الناس الفاهمه الواعيه، دي فاهمه واعيه اللي هقول لك قالوا ايه. وفي فئه تانية عايشين في زمن سوما العاشق. فاهم ازاي؟ فاكر انت جيل الثمانينات بقى، الجيل بتاعنا، وقت ما كان طلع تامر حسني باغاني كتيره فيها شويه، فاهم؟ كنت بتشوف محنه في الشوارع، وتشوف الفالنتاين الناس كلها ماشيه لابسه احمر وكله ماسك ورد ودباديب. انا مش من الناس اللي عاشت القصص دي يا معلم، عشان اكلمك دغري، عشان ما حدش يقول لي اسلام انت من الجيل القديم تلاقيك عملت كده. لا لا يا معلم، مسكت ورد واشتريت وحاجات معينه، انما في ناس مناسبات معينه، رايح مناسبه لشخص معين، رايح فاهم ازاي. انما انا همشي بدبدوب في الشارع، مش انا الراجل ده. اكلمك دغري بمنتهى الامان، مش هلبس احمر من فالنتاين. انا فالنتاين ما بخرجش فيه، عشان اجيبها لك على بلاطه عشان ما حدش يقول لي كان يوم يعني. فشفنا محن كتير، ده انا شفته بقى في الكومنتات في الفتره في البوست بتاع علي معلول والسوليه.
انا من الناس اللي بتعشق علي معلول، بتعشق السوليه. اكيد 90% من الاهلاويه، ما كانش كل الاهلاويه بيعشقوهم. واظن تشهد لي بحته زي كده لما كلمتك كذا مره عن علي معلول غيابه. ده قله ادب من الراجل، وقله قيمه وعدم احترام وظلم للي عمل له تاريخ. علي معلول ده ساهم في تاريخ كولر بنسبه لا تقل عن 60 70%. علي معلول باسيستاته وارقامه مع النادي الاهلي ساهم في تاريخ كولر لا يقل عن 50%. انت مدرك؟ معلش مع احترامي يعني. المهم، والسوليه لو تفتكر قبل ماتش الذهاب بتاع صن داونز قلت لك ايه الفيديو اللي عملته، كان ما شاء الله ضرب على الفيسبوك، كسر تقريبا، وصل لنص مليون مشاهده تقريبا، حاجه زي كده. المهم، كنت موجه رساله للسوليه انك تبقى بتقود الناس من بره الخط، وما تقعدش على الكرسي يا سوليه وقوم وزعق. انا عارف قيمه السوليه، لكن معلش انا زي ما عارف قيمه السوليه وعارف قيمه علي معلول، انا عارف قيمه النادي الاهلي. العاطفه دي ما تمشيش يا معلم. جو الدباديب والفالنتين ده مش هيمشي في النادي الاهلي. بعشقهم. انما معلش حضرتك جاي تقول لي ايه، والله هم ابدى، ان هم دول اللي لعبوا كاس العالم ابدى من غيرهم. افرض يا معلم مش قادرين بدنيا، افرض وده هيحدده مارك روزا لما يجي، او اتمنى طبعا، ما اعرفش لسه، بس اللي بسمعه ان هو الاقرب. اي مدرب جه جديد، افرض المدرب شاف ان الناس دي قادره تلعب تكمل. لازم تبقى فاهمين يا جماعه ان احنا ارائنا الفنيه نقول كان شكلنا حلو، كان شكلنا وحش، والله كان ممكن فلان يشارك، كان ممكن فلان علان ما يلعبش، واحنا هاديين. انما ده اراء مدرب، ومدرب هيبقى جاي فاهم ازاي اللي كان عندك ومشي الله اللهم احفظنا منه. العقليه السايحه اللي كانت موجوده عندنا ده مش فاهم حاجه ب 3 جنيه، وانت حر رايك وانت حر فيه على راسي، ما عنديش مشكله. انما حضرتك افرض جه مدرب قال لك لا والله ان علي والسوليه او اي حد، حتى لو قال لك امام عاشور مش قادرين يلعبوا، احنا هننتقد مثلا، يقول لك ازاي ده امام عاشور لسه سنه صغير وبتاع، فاهمني؟ انما جه عمل لك كونسولت طبي للاثنين، وكشف وعمل قياسات بدنيه، لان الناس مش قادره تدي 40 50 دقيقه حتى في الماتش. هنقول للراجل ايه؟ لا يا معلم هيلعبوا بالعافيه. دي ما اسمهاش انت بتبيع لعيبتك يا حبيبي، انت بتحافظ على كيانك. احنا لو بنبيع لعيبتنا كان علي معلول ده ما جددش من شهر يناير، كان مشي زي ما كان كولر طالب. فالناس طلعت تقول ايه، لا لازم يروحوا معانا كاس. هي مش رحله يا معلم للفسطاط يا حبيبي، هي مش غدوه وعزومه واحنا جايبين لعيبه جديده تاكل معانا وبنمشي لعيبتنا عشان ما تاكلش معانا. ان كان السوليه ولا كان علي معلول، والله العظيم انا بقول لك الكلام ده وانا زعلان. اديني حلفت لك بالله، والله العظيم بقول لك الكلمتين دول وانا زعلان ان علي معلول او السوليه ممكن ما يكونوش موجودين في كاس العالم. بس هنعمل ايه طيب؟ هتعمل ايه طيب؟ بتحب الاهلي اكتر ولا السوليه اكتر ولا معلول اكتر؟ الاهلي. انا ما بحبش ابو تريكه والخطيب وصالح سليم اكتر من النادي الاهلي. شفت حاجه؟ شفت؟ لو هترجع لي ابو تريكه يلعب كاس العالم اقول لك لا طبعا. انت جاي تهزر ولا ايه؟ ابو تريكه نفسه عشان زينا هقول لك لا ما ارجعش العب طبعا، استحاله، انا هضر النادي. الكيان اهم حاجه، هي دي يا حبيبي الاهلي فوق الجميع. مش نازلين سباب نازلين سباب وبتاع، وقله الادب ديت وقله الاصل ديت، ونمشي السوليه ازاي؟ يا معلم افرض المدرب قال اللي بقول لك عليه، هتعمل ايه طيب؟ ما علينا يا عزيزي، الواحد بقى بيشوف والله. مش هكدب عليك، انا اختلاف الاراء ما عنديش فيه مشكله، انا ببقى معترض على اختلاف الاراء اللي فيه سباب وفيه قله ادب. انت مش معنى ان انت ما شتمتش، ما انت ممكن ما تشتمش وزي ما بتقول ده الاهلي قله اصل واداره بقت قليله الاصل وبياعا جمعه. ما هي دي قله ادب يا معلم. قله اصل في ايه؟ قله اصل في ايه وقله ادب في ايه؟ والاهلي واحد بقى بيشوف شكل النادي زباله في عهد الخطيب. ايه ده يا معلم اللي انت بتقوله؟ ايه ده يا جماعه؟ الله يبارك لكم، انا مش فاهم والله بصراحه يا جدعان. وكل واحد زي ما بقول لك يا سيدي برضه حر في رايه، لكن عقليا يعني حضرتك لو ابوك مفيش حد بتحبه في الدنيا زي والديك، عايز تلعبه في الاهلي في كاس العالم عشان بتحبه، ولا والاهلي عادي يولع الاهلي طز يخسر عادي في كاس العالم بسبب ابوك عشان ينزل الملعب؟ اكيد مش هتحب السوليه وعلي معلول اكتر من ابوك بقى. فحضرتك هي مش رحله للفسطاط. اتمنى وجودهم والله ربنا يديهم الصحه ويكونوا قادرين وبدنيا ويروحوا هناك كاس العالم، اتمنى ما اقولش لا. انما حضرتك معلش لو مش قادرين، فالاهلي فوق الجميع والاهلي اولا، وهعمل لهم تكريم يليق بيهم، واحنا كجمهور لما هنقابلهم في الشوارع هنديهم برستيجهم فوق ما يتخيلوا، فوق ما يستحقوا. لما هنشوفهم في المدرجات الناس هتديهم وضعهم فوق ما يستحقوا. انما حضرتك مش هاجي على حساب النادي الفنيه والبطولات بتاعتي ان انا اخسرها عشان خاطر اكرم لعيبه واقول ما ينفعش ما يكونش موجود، لازم يلعب معايا حتى لو مش هأدي. مفيش حاجه اسمها كده. هي دي الاهلي فوق الجميع. لحد كده مش عايز اطول عليك، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. سلام.